احمد عبد القادر والزمالك عاملين مخطط، المخطط ده اللي هو احمد عبد القادر هيروح كوبري النادي الحزم السعودي، وقال لهم انا هرجع على طول يوم 7/8 قبل قفل القيد عشان خاطر اتأيد والعب في نادي الزمالك، والزمالك يأيدني في اتحاد الكرة المصري يوم 7/8. فاكرين ان النادي الاهلي نايم على ودنه ومش عارف ان عمرو الجنايني واحمد عبد القادر متفقين مع بعض. عايزين يقول لك ايه؟ عايزين نرد القلم بتاع زيزو. مش انت يا اهلي خدت زيزو واديتنا على عينينا؟ حصل. قال لك احنا هناخد احمد عبد القادر بعد ما تبيعه للنادي الحزم السعودي خلال الشهر اللي انت هتبيعه فيه، ونرجعه يوم 7/8 وخلاص يلبس التيشيرت الابيض ويلعب مع الزمالك اول الموسم. هو انتوا فاكرين يا جماعه النادي الاهلي نايم على ودنه؟ النادي الاهلي عارف انتوا بتعملوا ايه. ازاي؟ اقول لك ازاي. احمد عبد القادر قال لهم اروح الحزم السعودي بس هكتب شرط جزائي في العقد. ايه هو الشرط الجزائي؟ قال لهم ان انا من حقي افسخ العقد مقابل ان انا ادفع النص مليون دولار اللي انتوا دفعتوهم للنادي الاهلي. اول ما ادفع الشرط الجزائي اللي هو نص مليون دولار اللي هو قيمه الشراء اللي انتوا دفعتوها للنادي الاهلي، خلاص افسخ العقد وارجع العب في الزمالك وابقى فري. فاكرين النادي الاهلي نايم على ودنه؟ الحزم السعودي قال له لا انا ما اقبلش ان انت تحط شرط جزائي زي كده. قال لك سمعتي ايه قدام النادي الاهلي؟ سمعتي ايه قدام جماهير النادي الاهلي؟ سمعتي ايه قدام العالم كله؟ نادي الحزم السعودي مشكورا رفض، والنادي الاهلي عرف كده قال له بس مفيش بيع لاحمد عبد القادر، واحنا يا احمد عبد القادر هنعلمك ازاي ان انت عايز تعمل مؤامره او تعمل كوبري مع نادي الزمالك، وفاكر النادي الاهلي مش عارف. قال لك هنوريك بقى المؤامره تبقى ازاي. احمد عبد القادر يا جماعه هيجمد وهيقعد على دكه الاحتياطي. وخد بالك يا احمد عبد القادر، انت لما تقعد على دكه الاحتياطي مش هتشوفها ولا تلمسها، مش هتشوفها ولا تلمسها، وهتقعد سنه قاعد على الدكه، موسم كامل قاعد على الدكه. وخلي بالك انت هيتخصم منك مستحقات، لان انت المفروض ليك نسبه من المشاركه في المباريات، وطالما انت ما شاركتش في المباريات يبقى من حق النادي الاهلي يخصم منك جزء من مستحقاتك. وخد بالك يا احمد عبد القادر، انت ما تقعد موسم على الدكه ما بتلعبش خلاص مين هيشتريك اصلا؟ وخد بالك يا احمد عبد القادر، بعد السنه ما تخلص روح نادي الزمالك، روح نادي الاسماعيلي، روح الاتحاد، روح اي نادي، النادي الاهلي يقول لك براحتك. هو النادي الاهلي اعلنها صراحه، قال لك يا ابن الزمالك لو عايزك ما يجي سكه، يجي دغري يخبط على باب النادي الاهلي او يبعت عرض يقول لهم انا عايز اشتري احمد عبد القادر بكام؟ هيقول له خده يا عم، هيقول له خده. قال لك الحزم السعودي عايز مثلا يدفع نص مليون دولار، ايه يلا بس منها مش هتتاكد ولا حاجه. ليه؟ ده النادي الاهلي اللي بيعهولك. يبقى مش صفقه كيد، يبقى مش صفقه ان انت تقول انا برد قلم زيزو. النادي الزمالك مهما يعمل عمره ما هيرد القلم بتاع زيزو. القلم بتاع زيزو جه بيوجع لدرجه ان احمد حسام ميدو اما عرف ان زيزو معاه التاشيره وراح السفاره الامريكيه، زيزو خد التاشيره واحمد حسام عرف، راح قال للمدرب بقول لك ايه ما تلعبوش ومرنه منفرد. ليه؟ قال لك بعاقبه الواد غفلنا ده طبعا غفلكم، هو انتوا ما كنتوش عارفين؟ ما علينا. فاحمد عبد القادر دلوقتي هيقعد على الدكه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي قال لك انا مش هبيعه ولا ابعته اعاره، انا هخليه يكمل معايا الموسم قاعد على الدكه مش هيلمس كوره. وخلي الزمالك لو عايز يشتريه يجي سكه، يجي دغري يخبط على الباب، انا عايز اشتري احمد عبد القادر بكام يا اداره النادي الاهلي؟